النهارده يوم جديد هنقضيه في مطبخ النائب عمرو القطامي. طبعا عايزه اوريكم وتشوفوا فعاليات اليوم عامله ازاي، ومعانا الاستاذ عمرو شخصيا هنتكلم معاه. ازي حضرتك يا فندم؟ انا هعطلك دقيقه. لا ولا يهمك. قول لنا بقى ايه الحاجات الحلوه دي؟ ده طبعا زي ما حضرتك شايفه كده استاذ سيادتك عشان ما تحكيش. زي ما حضرتك شايفه كده الوجبات بنبتدي تخش هنا تتعبى الرز، وبعد كده الخضار، وبعد كده الفراخ، بعد كده المخلل، بعد كده المعلقه، بعد كده تمشي كده تحط عليها الحلو، تحط عليها العصير، وبعد كده تتغلف تطلع تبقى جاهزه ان هي ايه بتروح فين بقى؟ بتتوجه لاماكن ايه؟ تتوجه بقى لحسب نصيبها يعني يعني صراحه حسب نصيبها. نحب نعرف زي ايه مثلا؟ يعني عندي مثلا عربيات بتطلع الاول، بتطلع اكتوبر، بتطلع زايد، بتطلع الهرم، بتطلع حدائق اكتوبر، بتطلع اكتوبر الجديده، بتطلع امبابه، واخد بالك سيادتك على حسب يعني النصيب بصراحه. زائد بقى في عندنا اماكن ثابته كده بنبتدي بنطلع لها يوميا. طبعا مش هينفع ان احنا نقول اسماء الاماكن ديت. وعندنا طبعا مواد رحمن مثلا زي مائده اللي هي عند الشيخ زايد في الهايبر كده جنب الجامعه دي. طبعا عندنا بعض الناس طبعا بنطلع عليها بعد شويه بعد ما بنخلص كل التوزيعات اللي هي الداخليه اللي هي المحموله، يعني اللي هي في اماكن ثابته. بعد كده بنطلع كلنا بقى على المائده الكبيره اللي هي في الشيخ زايد، بنقف فيها بنخلص، وبعد كده بتيجي هنا بقى بنبدا السيناريو ده تاني يوم. يعني عندك هنا الطباخين بيبداوا يعني من الساعه 10 بالليل يقعدوا لغايه دلوقتي. شايفها مجهود رائع بصراحه. عشان الكميات بس، عشان الكميات بس. انا دايما المنتج زي ما حضرتك شايفه كده حاجه محترمه قوي جدا جدا. انا حاجه نظيفه جدا كل حاجه، وانا واقف بنفسي بقى بتابع المواضيع دي زي ما حضرتك شايفه. يعني لو العصير من غير شاليمو ما بنحطوش يعني. انا فاهمه ده. انا شفت الاهتمام بكل وجبه على كده فعلا. واحنا كلنا فريق عمل زي ما حضرتك شايفه كده. كلها شباب جميل، شباب بدون راتب بدون حاجه، كلنا متطوعين في خدمه الله يعني، وعاوزين نساعد اهالينا وبنساعد نفسنا بس بدون اي شيء يعني، مش منتظرين اي حاجه يعني. ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك. حاجه منتظره دايما. ربنا يخليك يا فندم، كل سنه وحضراتكم
وصلنا للمائده اللي بيحضرها لنا من اول الشهر سياده النائب عمرو قطامي، وهو معانا بنفسه النهارده. زي حضرتك يا فندم؟ عامل ايه؟ احنا معاك من الصبح من المطبخ والتجهيزات. اليوم كان فعلا حلو جدا مع حضرتك. احنا دلوقتي موجودين قدام المائده. حضرتك يعني عاملها من اول يوم في شهر رمضان لحد اخر يوم. تمام. احنا دلوقتي موجودين عند جامعه القاهره، اعتقد باين في الفيديو. حابه بس حضرتك تكلمني عن فعاليات اليوم، والمائده دي بتكفي عدد قد ايه؟ والله احنا الحمد لله احنا بدأنا الحمد لله رب العالمين، بدأنا بحوالي 250. تمام. بعد كده الاسبوع اللي بعده تواصلنا للدبل الاوتوماتيك 500. وبعد كده يوميا بقى يوم فيهم ما يفيش، يعني بدأت تزيد خمسينات ميات، فلغايه ما وصلت لحضرتك للشكل اللي حضرتك شايفاه ده. بس طبعا احنا ما بنعدش، يعني احنا بنعد بس عشان الوجبات مش اكتر. الحاجه التانيه زي ما انت شايفه، حتى الناس اهالينا وحبايبنا كل واحد جاي عارف مكانه فين، عارف هيفطر ايه، الحلو ايه. يعني هنا في حاله حب، يعني الموضوع مش موضوع فطار ولا وجبات ولا بتاع ولا لا، هنا موضوع ان احنا اسره واحده، كلنا بنخدم على بعض. وزي ما حضرتك شايفه كده كل اسره في حالها، الاسر جوه والشباب يعني اهالينا كلها جزء بره وجزء جوه. بنحاول العمليه تبقى مرتبه، بنحاول ان احنا يعني انا بنفسي بقف اخدم عليهم زي ما حضرتك شفتي. انا شفت النهارده حضرتك موجود في المطبخ بتعد كل حاجه بنفسك، وجينا النهارده من غير اي ترتيب او حتى اتصال. ده مكانكم كل يوم علشان نشوف ايه اللي بيحصل، نشوف حضرتك اصلا موجود ولا لا في الموضوع. ده مكانكم كل يوم، حضراتكم تنورونا ليه؟ ان هو زي ما حضرتك شايفه ده عمل عام. احنا بنساعد، يعني بنحاول ان احنا نساعد، وبنحاول ان احنا نعمل حاجه. وحضرتك يوميا بتفطر معانا هنا على المائده؟ انا كل يوم بفطرش على المائده، نفس الفطار بنفس الوجبه. ولو حضرتك شويه كده هتلاقيني قعدت مع الناس، هي دي طبيعتي انا كده، يعني الحمد لله رب العالمين. حضرتك حد جميل جدا بجد، ربنا يخليك. بس زي ما حضرتك شايفه احنا بنحاول ان احنا نساعد، نحاول ان احنا ندعم اهالينا، نحاول ان احنا ندعم بلدنا، وفي نفس الوقت بطريقه بروفيشنال. يعني انا واقف، عندنا ستاف عماله كبير، بس انا واقف عشان محدش يعامل واحد وحش، محدش يحسسه باي احساس. لا، ده احنا بنحسس المواطن اللي قاعد ان هو صاحب البتاع، واحنا اللي انا شفت ده بنفسي على فكره. فالحمد لله ربنا يتقبل منا جميعا، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. اكيد باذن الله. على الصعيد الثاني بقى عايزين نتكلم مع حضرتك في حاجه اكسكلوسيف لمباشر من مدينه الشيخ زايد. تمام. حاجه حضرتك بتجهزها للمدينه او مفاجاه لشعب زايد؟ تمام. والله احنا مبدئيا يعني اشتغلنا في ملفات كتيره، من ضمنهم مثلا ملف الصحه. احنا الحمد لله رب العالمين جبت موافقه ب 3800 متر ملحق لمستشفى زايد العام، قدمنا للوزير الصحه، جبنا الرسم الهندسي حاليا عند المهندس احمد مصطفى رئيس جهاز زايد. هنعمل ملحق لمستشفى زايد العام، لان برضه مستشفى زايد العام بقى لها اكتر من 35 سنه معموله. طبعا كثافه سكانيه بتزيد وده بيزيد، ومفيش يعني تنظيم للموضوع ده. فانا الحمد لله اول ما جيت ومسكت هنا فقدمت الطلب على طول، وحاليا خلاص مجرد ان احنا ناخد الرسم النهائي الهندسي، الاسكان والتعمير هيبتدي، المجتمعات العمرانيه هتبتدي تستلم الارض وتبتدي تبني. دي نقطه. النقطه الثانيه طبعا عندنا حاجات كتير في زايد واكتوبر، مش هتكلم عن زايد بس. عندنا طبعا في زايد عندنا مشكله كبيره طبعا في البنيه التحتيه. البنيه التحتيه طبعا عندي مشكله في الصرف، عندي مشكله في الميه. ليه بقى سيادتك؟ طبعا يمكن حضرتك لمستي القصه بتاعت الميه قطعت 48 ساعه و72 ساعه. طبعا انا عامل طلب احاطه في الموضوع ده بصراحه، ان طبعا احنا عمالين نزيد كثافه سكانيه. عندنا مشروع زي الزد وغيره ومشاريع كتيره جدا بتزيد على ارض زايد. بس هل في حد بقى رتب البنيه التحتيه؟ مفيش. يعني انا عندي ازاي خط واحد يعني على المستشفى، يعني خط واحد ازاي يغطي الشيخ زايد؟ يعني زايد اكتوبر كمان خط واحد بس. فطبعا انا طلبت في طلب الاحاطه ان احنا نعمل خط تاني رئيسي، على اساس طبعا ان المشكله دي ما تكررش. طبعا عامل في طلبات الاحاطه بتاعت المدن والاسكان اللي زاد ده، فين خدماته، فين البنيه التحتيه ليه، البراكن، الجراشات، كل الحاجات دي. ان انا عندي كثافه سكانيه بتزيد، فانا المدينه زي ما حضرتك شايفه معموله على وضع معين بطريقه معينه، فبدا عندي يخش الارتفاعات. طب انا ماشي، انا كمسؤول بقى محتاج اعرف ايه البنيه التحتيه اللي هتغطي الناس دي. فدي من بعض الملفات. عندي برضو مراكز الشباب. مراكز الشباب برضو عندي فيها مشاكل كتيره جدا. الحمد لله رتبت. عندي مثلا زي مركز شباب زايد، عندي مثلا حمام سباحه شغال موجود.
وخلص بقى له 7-8 سنين متكلف ملايين، واقف مثلا على محبسين على حاجه بسيطه. طبعا دي عملت فيها طلب احاطه لوزير الشباب وبعض مراكز الشباب بقى طبعا في اكتوبر وحدائق اكتوبر وحاجات زي كده. الحمد لله في كل يعني الملفات. مش معنى انه المشكله لسه ما اتحلتش فان حضرتك متجاهلها. لا 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 ان حضرتك اخدت اوريدي فيها اجراءات. اي مشكله انا بخش فيها انا ما بسيبهاش غير لما تتحل حلول جذريه. عندي طبعا مشكله الجراج والجراشات اللي في زايد اللي هي مضايقه الناس دي حاجات كلها انا لامسها. موضوع السايس ده بس انا بحاول كارثة. انا عارف ان الموضوع ده مضايقهم ومضايقني انا شخصيا ان انا من اهل زايد طبعا وسكان زايد واكتوبر. فهي القصه ان احنا بنشوف له حل نطلع منه ازاي. يعني هي التسعيره انا كلمت رئيس الجهاز ومشكور نزل التسعيره في البراكن ان هي على اساس تبقى 5 جنيه، على اساس الناس بقى كانت بدات تستغل ب5 بقى يبقى ب10 وب20. فاحنا بنحاول. المهم ان انا اتفقت معاه ان الحاجه دي نزلت في 10 اماكن بس مش هتزيد عن كده، ان المشكله ان ده قانون ونزل. فهو اخر واحد بصراحه ابتدى ينفذ، اخر واحد نفذ قانون زايد. كل الاجهزه وكل الاحياء نفذت نظرا برضه لاهالي زايد يعني. واحنا بس اتفقنا انا ورئيس جهاز زايد المهندس احمد مصطفى راجل محترم وراجل بتاع شغل بصراحه من الطراز الاول. اتفقنا معاه ان مش هناخد اكتر من 7 ل 10 اماكن فقط لحين الترتيب. ليه بقى؟ الموضوع بالنسبه لنا مش موضوع ال 10 جنيه ولا 5 جنيه ولا البارك، الموضوع الشخصيات اللي بتمسك الباركنج، موضوع الناس اللي بتبص على اهالينا بتحتك باهالينا بطريقه غير مباشره. فاحنا نمنع ده عشان الموضوع برضه يعني العشوائيات مش هتنفع يعني، واحنا مش هنسمع بيها في زايد نهائيا. وطبعا انا بطمن اهالي زايد يعني انا معاكم، وفي نفس الوقت اي احتياجات اي مشاكل موجوده. كنت لسه هسال حضرتك لو عايزين نوصل لحضرتك او حضرتك بتتابع مشاكلنا كسكان زايد ازاي؟ ايه المصدر اللي حضرتك بتتابع منه؟ انا طبعا معاكم على كل الجروبات عشان تبقى حضرتك بجد معانا على مباشر من مدينه الشيخ زايد على كل الجروبات، والشباب بتوعنا بتوع هيئه المكتب موجودين في كل حاجه. فاحنا بنتابع، بس احنا بناخد المشاكل اولويات يعني بناخد على حسب الاهميه. حاجه تضر الناس، حاجه مثلا بسيطه يعني بناخدها اولويات. ليه؟ ان في شغل. واحنا يعني انا بطمن اهالي زايد احنا مش هنسمح ان زايد تبقى عشوائيه. زايد هتفضل زايد. وفي نفس الوقت انا بطمنكم، وفي نفس الوقت بقول لاخواتي واصدقائي وشباب زايد واهلي اهل زايد لو في اي مشكله انا موجود ابعتوا لي وانا هاخد الاجراء. انما ما بقاش كلام شفوي يعني. اي مشكله عامه اي حاجه في اي قطاع بلغوني، صحه تعليم اي حاجه، ليه انا موجود في خدمتكم وتحت امركم. انا حسيت ده جدا وانا بتعامل مع حضرتك، حد فريندلي جدا، مش حاسه اني واقفه هايبه الموقف. لا خالص حضرتك حد جميل ومتواضع. انا شفتك بعيني بتخدم على الناس كلها كانهم فعلا اهلك وبتفطر وسطيهم من نفس الاكل اللي بتقدمه له. شرف بيك. ميرسي جدا بجد على اللقاء الجميل. كل سنه وحضراتكم طيبين، وانا والله مبسوط ان انتوا تواجدتوا بجد شباب جميل. انا حابب الروح الجميله ديت ان احنا نتعاون مع بعض يعني. انا برضه يهمني الروح الجميله ديت، وكل ما بشوف الروح الجميله دي فيكم انتوا كشباب زايد لا انا بزيد اصرار وبزيد كمان وبزايد ان احنا كمان الافكار بتاعتكم اللي احنا ممكن نستفاد بيها ونستغلها ونشتغل عليها. ليه؟ انتوا النهارده معاكم نائب يعني بالبلدي كده او ببساطه شديده طراز مختلف. بمعنى انا النهارده معاكم في اي اتجاه، لو في اي موافقه انا اطلع للوزير الجديد موافق، ايه المشكله؟ بس يكون مدروسه، حاجات تكون ليها افاده على المدى البعيد. يعني انا في المستقبل انا ما عنديش مستشفى للمعاقين في الشيخ زايد، ما عنديش حاجات كتير، عندي مثلا قصر ثقافه مقفول، عندي حاجات كتير بيحتاج فيها شغل بتخطط ليها طبعا. بس انا مش هنجح في ده كله غير بمين؟ غير بيكم بحضراتكم. ليه؟ ان احنا بنكمل بعض. فانا مش هطول على حضرتك اكتر من كده، وكل سنه وحضراتكم بخير. نورتنا ونورت مباشر مدينه الشيخ زايد. ربنا يخليك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه. متشكر يا فندم، متشكر. يا رب. النائب مطلع امي عمره، الله يبارك له ويوسع عليه يا رب، ويوسع عليه كمان وكمان ويزيده من نعيم الله. ربنا يزيده من نعيم الله يا رب بحق جاه النبي. مطلع امه مطلعها ست الكل، مطلعها عمره. الله يبارك لك ويساعدك يا رب كده هو ويزيدك من نعيم الله. يلي وهبتي لي حياتك والله ماشي بدعواتك، شايلاني وشايله همومي وواقفه معايا وقفه جدعان. يلي وهبتي لي حياتك والله ماشي بدعواتك، شايلاني وشايله همومي وواقفه معايا وقفه جدعان. يما يا ابنك تعبان، هنا همي وهنا حزان، جاي بيبكيلك علشان
انت اللي معاكي دعواتي، نفسي عمال بيضيق وتعبت من المخاليق، اخصامي عامل اللي فريق وابنك ولا حد معاه، ياللي وهبت لنا حياتك والله ماشيين بدعواتك، شايلنا وشايل همومنا وواقف معانا وقفة جدعان. يا عمرو بيه القطامي ده انت والله العظيم مالكش حل، والله ما عارف اقول ايه يا رب، والله العظيم من كتر الفرح يا والله العظيم يا رب، وهب لنا كل حياتنا يا رب. اللهم لك الحمد والشكر يا رب.